ايه ده حكايه المشوار؟ ايه؟ هنوصل. ايه الزحمه اللي في البلد دي اللي حاصله دي كلها؟ يعني شيء مش منطقي، مش مفهوم، والناس ما بتتكلمش. الناس ما بتتكلمش. بتكلم مع المسؤولين، ما بيقولوش حاجه عدله تريح البني ادمين. المساله مش مساله ان انا اهاجم على الحكومه، مساله ان انا اطرح مشاكل الناس بتعاني من مشاكل رهيبه جدا جدا. يعني الاسره المسيحيه اللي ماتت دي اسره، دي عيله في بعضها اللي ماتوا كلهم. انا يعني اعوضهم ازاي دول؟ اقول لهم ايه؟ بنتين صغيرين اللي اسمهم مريم دول، والست الله يرحمها الست كمالية، والاستاذ سمير. ايه ده؟ ليه يعني؟ استغفر الله العظيم. طبعا الموت بايد ربنا سبحانه وتعالى، بس انا افهم انا نازل مظاهره ان انا ممكن اموت، لانه ممكن يبقى في عنف، لانه ممكن في تيارات عنيفه، وفي ناس بتستغل الموقف، وفي ناس بتاع. انما انا نازل مسافر، ممكن المواصلات تحصل لي حادثه ولا حاجه لا قدر الله، ولا ممكن. انما رايح راجل ماشي على رجله رايح فرح يتقتل، ومفيش حد بيدافع عنه. يعني مسألة محتاجة وقفة. يعني هو اللي هو محمد إبراهيم بيعمل شغله ورجالته، بس في حاجات غلط لازم نتكلم فيها. ما احنا مش هنفضل نسكت، لازم نتكلم فيها عشان خاطر نعالجها، عشان خاطر نواجهها. يعني هل حصل من اول امبارح ان صدرت تعليمات بان كل كنيسه في مصر يقف عليها 2 عساكر معاهم مسدسات حقيقيه بتضرب نار؟ هل ده حصل؟ ما اعرفش. هل الناس على باب الكنائس لقوا في امن جه ووقف؟ غير طبعا ان هم على كنيسه الوراق بقى عملوا احاطوا جاب بتاع مداخليه ودنيا واتقلبت. لا، الضربه الثانيه مش هتبقى في كنيسه الوراق، هتبقى في حته تانية. فلازم ناخد بالنا. تعالوا على كل حال نشوف ايه اللي حصل في كنيسه الوراق.